احلى متابعين قناه فيلم في ثانيه تاني مكان ولحد الكلام اللي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهارده يا جماعه هندي اكشن اسمه ماس مهراجا للبطل رافي تي. مين يا دي يا ابن العرة اللي سرق الحديد بتاع السكة الحديد بتاعتنا؟ عرة مين؟ انت ما تعرفش احنا شغالين تبع مين ولا ايه؟ امشي من هنا بدل ما تغوظ عين امك. انت بقى الظابط اللي عامل فيها دكر. ايوه. وبيبدا الفيلم وبنشوف لاكشمان ظابط في السكه الحديد راح على الورشه دي عشان العصابه دي سرقت حديد من السكه الحديد دي، واللي بيدير المكان ده هو المعلم ده. حلوه ده وديد وكده يعني. المعلم ده ابن وزير الماليه، قال له ابن وزير على نفسك وروقهم ضرب. تعالوا بقى نشوف القصة بجد، بس لايك لذيذ ويلا نشوف الفيلم. ఇదివరా నువ్వు చెప్పకిడువా నీ అయ్య పేరు చెప్తే المهم نقلوا الضابط لاكشمان ده على مكان تاني فيه ناس خطيرة جدا. راح صاحبنا على المحطة وشاف المهزلة دي، عاملين المحطة زريبة. ده اسمه مادمان. راح لرئيس الشرطة وبلغه ان في قرية في مكان ما بيزرعوا الماريجوانا، مخدرات غالية جدا، وان الشخص اللي بيتحكم في القرى دي اسمه شيفودو، وهو اللي خلى الناس الفلاحين يزرعوا الحشيش ده بالغصب. وكمان عامل ختم لنفسه وبيصدر الحشيش ده لبلاد كتيرة جدا في الهند، ومفيش ضابط في اي مكان يقدر يوقف الشحنة بتاعته اللي هي عليها الختمة دي. حتى الشرطة اللي في المكان هناك شغالة لحسابه هو، ولو حد جديد جه وحاول يعارض اي شحنة ليه كان بيتعمل معاه الغلط زي الضابط ده بالظبط. شوفوا المفتري ده عمل فيه ايه. نرجع بقى لرئيس الشرطة اللي قال للظابط مادمان خليك هناك جاسوس زي ما انت مع جيفودو، وعاوزك تعرف اي تفاصيل عن شريكه اللي هو بيشتري منه الشحنات دي كلها. نرجع بقى للبطل بتاعنا اللي كان عايش مع جده وبيحبه جدا لأنه هو اللي رعاه بعد موت أبوه. حتى جده دايما كان بيبوظ له أي خطوبة يعملها عشان ما يتجوزش ويبعد عنه. جده بقى كان بيظبط شوية، قال له يلا خش يلا خش جوه بلاش شغل المراهقة ده. معلش بقى يا جدو، نقلوني لمنطقة تانية وانت لازم تروح على دار المسنين لحد ما ارجع. هي دي البلد اللي فيها جيفود المفتري ده. وعلى الحظ بقى الظابط بتاعنا لاكشمان اتنقل هناك عشان نشوف العجن يا شباب. وصل صاحبنا للمحطة، وطبعا شاف المنظر في المحطة انه عبارة عن زريبة، وهو معدي شاف الشباب دي بتشرب مخدرات في الشارع عادي جدا. تشرب حشيش في الشارع عادي كده يا ابن التافه؟ خدهم وراح على الظابط قال له مالكش دعوة، انت اخرك ظابط سكة حديد، حدودك المحطة بتاعتك بس، الباقي ده بتاعنا، يلا يا ولاد روحوا من هنا. بالليل شاف المعلمين دول بيصطادوا طاووس من الغابة، وده طبعا محرم. خدهم على الظابط المسؤول عن المكان ده في الغابة، قال له برضه نفس الكلام، مالكش دعوة بيهم يا معلم، انا اللي قايل لهم انت اخرك المحطة بتاعتك، ما تتكلمش مع حد تاني. ده انتوا كلكم رباطية بقى ومتفقين. تاني يوم بقى الشباب دي وهي في الاساس رجالة جيفودو عمالين يغيظوا صاحبنا. مدرسة بنت العمدة يابا يابا بنت العمدة. قام سألهم انتوا قطعتوا تذاكر؟ قالوا له لا احنا رجالة جيفودو ومحدش فينا بيقطع حاجة، محدش يقدر يسألنا اصلا على تذاكر. راح موريهم العين الحمراء. يا لهوي. الناس اول ما شافت اللي عملوا فيهم بدأوا ينظفوا المحطة. فين التذكرة يا تافه يا ابن التافه؟ ابوس ايديك حد يديني تذكرة، هو النبي حد يديني تذكرة. ودول بيهربوا منه وراحت الحتة الطريقة دي مكعبلة. يا لهوي يا لهوي. لما ضربهم كويس طلع القطر وراها واتكلم معاها وشكله كده حبها يا معلم. نرجع لشيفودو اللي كان بيحب البنت دي، ولما رفضته هي واهلها خدها بالعافية البيت وسلسلها لحد ما توافق، وطبعا لسه ما وافقتش. تاني يوم بقى صاحبنا لاكشمان مستني البنت اللي حبها دي لما تيجي، حتى ان هي اتأخرت راح موقف القطر واخره لحد ما وصلت. وقال لها لو عاوزة تيجي كل يوم متأخرة ما يهمكيش، الدنيا حلوة واحنا مسيطرين يا غالية. مدرسة بنت العمدة يابا يابا بنت العمدة. هنا بقى حد بلغ شيفودو ان مادمان ظابط وبيتجسس عليك يا معلم. قاموا جاريين وراه عشان يقتلوه. كلم الظابط بتاعه بسرعة وهو بيجري
قال له يا باشا عليك وعلى السكة الحديد فيها ضابط هو الوحيد اللي يقدر يقف قدام اي حد وهو اللي هيقدر يحميك، وتاري رئيس الشرطة ده يبقى هو عم لاكشمان، وهو اللي نقله هناك عشان يقدر يتغلب على عصابة جيفودو. كلام مترتب يا معلم. بالفعل وصل المحطة ووصلوا كلهم وراه. سلمنا الواد ده واحنا نسيبك تعيش. قال له ده عندها يا أمور. الراجل ابن الراجل لو فيكوا ذكر يهوب منه كده، ونزل عليهم زي الأسد. يلا نشوف. بعد ما خلص عليهم وانقذه جاله الضابط المرتشي ده وقال له سلمنا الراجل ده. قال له يا باشا ده واحد ما دفعش تذكرة، وانا من حق ان انا احبسه هنا يوم سليم، وبعدها ابو تعالوا خدوه واعملوا اللي انتوا عاوزينه، ولو اتكلمت كلمة تانية هحبس امك معاه. يلا يا بابا على الزنزانة نشرب شاي. جده بقى يا معلم هرب من دار المسنين وراح عليه. نزل المحطة وشاف المعلمة دي حبيبة لاكشمان وهي بتبيع حشيش في المحطة عادي جدا. قال لها مش عيب عليكي تعملي كده يا بنت، لو ليك اب كان دبحك. بابا وصل ابوها. ايه يا معلم عاوز كام كيس يا بيه؟ يعني هما الاتنين بيبيعوا حشيش يا معلم. وهي كانت مفهمة لاكشمان ان هي استاذة علوم في المدرسة وابوها كمان مدير مدرسة. بالليل بنشوف جيفودو راح للاكشمان. ازاي تضرب رجالتي في المحطة؟ انا مفيش حد يقف قدامي، وعموما انا قتلت الضابط بتاعكم، ولو وقفت قدامي تاني هضحي بيك في العيد بتاعنا بعد اسبوع. في المحطة بقى هنشوف الحتة الكوميدي دي. جد لاكشمان وصل وحكاله لاكشمان عن البنت اللي هو حبها وانها زمانها جاية دلوقتي، ووصلت فعلا. اعرفك يا جدو حبيبتي سو. احيه يا لهوي ياما، دول تجار حشيش يا معلم. يا معلم عاوز تشوف خد. طبعا جاله ذهول. في الحتة دي بقى بنشوف قاعدة بين شباب ضايعين بيشربوا حشيش، من ضمنهم ابن ضابط الشرطة المرتشي. خد جرعة زيادة وعمل حادثة على الطريق ومات. راح له لاكشمان وقال له كنت بتاخد رشاوي عشان تمتع ولادك، وتاريك كنت انت اللي بتقتلهم. خليك شريف واعمل حاجة صح بس واحدة في حياتك. هنا جيفودو خلصوا جمع المحصول بتاع الحشيش وحملوا العربيات للتوزيع على البلاد التانية. هنا بقى وصل الضابط عشان يقبض عليهم. لما جيفودو حس ان هو اتغير قال له يا باشا الناس هي اللي بتزرع الحشيش صح ولا انا غلطان؟ قام الضابط واخد شحنة الحشيش كلها على المركز. بالليل بقى وهو مروح وصلت الشلة دي، ودول بيكونوا قرايب جيفودو، عمه وعمته جده جوز عمته كده يعني. لما حد بيضايق جيفودو جدا بيتصل بيهم، بيجوا بلدهم ويخلصوا على المطلوب وبياخدوا واجبهم من الاكل والفلوس ويروحوا تاني. وبالفعل بنشوفهم ان هم خلصوا على الضابط بكل افتراء هو واللي معاه، وراحوا البيت جيفودو خدوا واجبهم واتعشوا واتكلوا على الله. وهم في العزا قال له الضابط ده ان جيفودو خد افراج عن البضاعة كلها، وهم دلوقتي بيحملوها عشان ينقلوها لكولكاتا. على الطريق بقى عمل لاكشمان حتة حلوة، راح موقع الحجارة دي قام سادد بها الطريق عشان العربيات متعرفش تعدي. اتصلوا بجيفودو الطريق مسدود يا معلم نعمل ايه؟ على الحظ بقى، وده مش حظ ده ترتيب المعلم لاكشمان، كان في قطر بضايع واقف في المنطقة بيحمل فحم. كده ما قدامهمش غير انهم يحملوا البضاعة بتاعتهم جوه القطر عشان ينقلوها لبره المكان ده، وكده القطر هيعدي من قدام المحطة. يبقى كده العملية بقت في ايد مين؟ لاكشمان. شوفوا بقى يا مجد يعني بص شوية ترتيبات عسل. المهم كلموا جيفودو وحملوا الشحنة بالفعل في القطر. وهنا كسر لاكشمان حديد السكة وبلغ القادة ان السكة فيها مشكلة ولازم القطر يقف عنده دلوقتي. وبالفعل وصلت الأوامر إن القطر يقف، ورفع ليهم الراية الحمراء. وقف وبدأ يفتش لحد ما وصل للعربية اللي فيها البضاعة. صاحبنا ده عاوز يمس عليه، قال له تعالى البابا يا عسل. نزلوا كلهم عليه ونزل فيهم تكسير زي الأسد. يلا نشوف سوا. المعلم ده كلم جيفودو وقال له ان لاكشمان وقف القطر، بس احنا يا باشا هنموته دلوقتي متقلقش، بعد ما نموته هنبعت لك رنة. وهو نازل فيهم لت وعجن لحد ما وصل اهل القرية كلهم.
سيب البضاعة بتاعتنا عشان نعرف ناخد فلوسنا المتبقية عنده. قال لهم الدكر فيكم اللي عاوز حاجة ياخدها، وطبعا الشغل والعجن الهندي شغال يا جماعة. يا ترى لاكشمان هيعمل معاهم ايه، وشيفودو هيتصرف ازاي عشان يرجع بضاعته تاني؟ العملية هتحلو والعجن هيشتغل يا شباب، بس ده اللي هنشوفه في الجزء التاني من الفيلم. لايك واشتراك عشان تشوف الجزء التاني اللي هتلاقيه موجود دلوقتي في القناة. خش شوفوا، مستني ايه؟ سلام.